يجي الليل وبيكون خلاص سبيريت جاب اخره، وبيشوف كيريك وهو بيعمل صوت غريب كانه بينادي حد من بعيد، ومره واحده بتتحدف سكينه من بره المعسكر، وبنعرف ان كيريك كان بينادي على واحد من قبيلته، وبيقدر كيريك ياخد السكينه، وبيصحى المعسكر كله لما بيعرفوا ان كان في حد حوالين المعسكر، وبيسال القائد الجنود وبيقول لهم الحصان ده بقاله قد ايه مربوط، فبيقول له واحد من الجنود ده تالت ليله ليه، فبيقول لهم تمام ودوه بقى لحلبة الترويض، وبنشوف القائد وهو بيحاول يسيطر على سبيريت، ولان سبيريت بيكون بقاله 3 ايام من غير ولا اكل ولا شرب فبيستسلم، وقبل ما يخرج بيقلب سبيريت القائد وبيرميه بعيد، وبيكون ساعتها كيريك شايف كل اللي بيحصل وبيكون مبهور بقوه سبيريت، وبتفرح الحصانه كلها باللي عمله في القائد، فبيتضايق القائد جدا من اللي حصل، وبيطلع المسدس بتاعه وبيكون خلاص هيخلص على سبيريت، ولكن كيريك بيكون فك نفسه وبيجي مع القائد وبياخد سبيريت وبيهرب، ولكن بيوقفهم حارس البوابه وبيمنعهم من الهروب، ولكن سبيريت بيعرف يتصرف معاه، وبيهرب كمان باقي حصانه المعسكر معاه، وبيكون سبيريت في طريقه للقطيع بتاعه، ولكن كيريك بينادي على اصحابه